الدلع بيضيع فوز، لكن امبارح الفوز كان من نصيب جمهور الاهلي، بيرفع علم فلسطين، بدعم القضيه برساله بسيطه جدا لكنها كبيره في اللي محبين وعشاق ودعم القضيه الفلسطينيه. من النهر الى البحر فلسطين ستصبح حره، ده كانت رساله جمهور الاهلي امبارح في مباراته قدام سيمبا. امبارح كمان عندك حدث تاني مهم جدا، كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في سوبر السله. ما حدش، مش فيش فريق امبارح طلع كسبان، بل الفريقين طلعوا كسبانين من دعم ومسانده، وده واجب علينا لاشقائنا، نصره ليهم. فالحاجات دي ما بتشوفهاش دايما في الملاعب العربيه والملاعب المصريه، فانت دايما بتشوفها في اسكتلندا، بتشوفها هتسمع عنها في مباراه اساسونا وغرناطه من دعم القضيه الفلسطينيه ورفع اعلام فلسطين. بتشوفها في ملاعب البرازيل دايما العلم الفلسطيني موجود. انت عندك صفرات استهجان في مباراه انجلترا وايطاليا في ملعب ويمبلي ضد الكيان المحتل. فحاجات دي دايما مش موجوده في ملاعبنا، فنتمنى ان شاء الله مباراه العوده قدام سيمبا ال 30,000 مشجع الموجودين زي ما الاهلي قال هيبقى يعني العائد بتاعهم مخصص لدعم فلسطين، كذلك يبقى العلم موجود زي ما احنا بنسمع هيتم توزيع 30,000 علم عليهم. فنتمنى ان شاء الله نشوف الدعم ده في ملاعبنا العربيه والمصريه بالتحديد. الاهلي امبارح دخل المباراه عنده كميه غيابات غير طبيعيه، محمد عبد المنعم، علي معلول، حسين الشحات قاعد دكه، موديست تعبان، عندك مروان عطيه برضه قاعد دكه. فانت هتلعب قدام حشد كبير جدا، في احتفال موجود، بتلعب لاول مره بالليل، لكن الوضع كان مختلف على ارض الملعب. الاهلي امبارح ما كانش شرس، الاهلي راجع بعد التوقف، لعبت واخده الجينات يعني غير متوارثه عندنا في الاهلي. الاهلي امبارح ما بيحسمش المباراه من الشوط الاول، الاهلي ما بيطلعش كسبان، الاهلي بيضيع كميه فرص امبارح غير طبيعيه. الشوط الاول كمل عليها الحكم التعبان امبارح ان هو ما يحسبش ضربه جزاء، انت موجود ايفانتينو موجود، يعني عايز اكتر من كده، الفار بيستدعيك بيقول لك اللاعب بيتضرب جوه وبيطحن جوه في ارض الملعب، انت فين يا عم الحاج؟ فالراجل قاعد يشوف اللقطه امبارح ربع ساعه ونزل الملعب، العب يا عم الحاج، الراجل ما حصلوش حاجه، الراجل ما اتضربش بما فيه الكفايه. فالاهلي امبارح بامانه شديده كان رضا سليم نجم الشوط الاول، قدر ان هو يجيب جون ويعطي كميه فرص ما بتضيعش لعيبه الاهلي امبارح، بيتسابق فيها ويتفنن فيها كهربا ان هو ضيعها هو وبيرسي تاو الاثنين، يعني كانوا امبارح بيعلوا على بعض في المباراه. فالاهلي الشوط الاول يعني انت اتقدمت وطلعت الشوط الاول كسبان، بس انت عارف ان انت حتى من شبكتك انت قاعد بتضيع، يبقى هتجيبها من مرمى، تجيبها من عندنا بقى يا شناوي. ف امبارح بقى رجعنا لحرقه الاعصاب. الشوط الثاني انت بتتكلم الشوط الثاني اول 10 دقائق واحد في وسط ثلاثه بيجيب جون والشناوي داخله من تحت ايده، وحرقه الدم بقى بتجيلك ان انت بتشوف استفزازات، يعني انت يعني انت كنت في غنى عنها امبارح. انت سيمبا رجع استفزاز اشتغل، وانت مش مستني من الحكم ان هو هيحسب لك وقت ضايع او ان هو هينصرك، لا بل بالعكس، الحكم امبارح مضيع لك ضربه جزاء امبارح اونطه. فانت يعني ليه حرقه الدم وليه حرقه الاعصاب ديت؟ لكن ان احنا نرجع في التعادل سريع يعني هدانا شويه. لكن مجمل عام الشوط الاول رضا سليم كان نجم امبارح، انت بتبص على كريم الدبيس في الجبهه الشمال ولا كان علي معلول غايب، دفاعيا كان كويس جدا. احمد نبيل كوكا بيثبت اقدامه في نص الملعب بطريقه غير طبيعيه، خفيف في نص الملعب، بساطته حلوه، بيقطع كوره كويس جدا، لعيب مجتهد فليه مستقبل كبير جدا. لكن مجمل عام الشوط الاهلي امبارح الاهلي رحم سيمبا، الاهلي كان رؤوف جدا بسيمبا امبارح، فلذلك احنا تعاقبنا الشوط الثاني. الاهلي الشوط الاول رضا سليم بده الكره الكهرباء جون مفتوح ظبط زوايا بس الكهرباء ان الكره تخش الجون، كذلك كهرباء بيدي انفراد لبيرسي تاو مش مظبوط، لو عدناها لبيرسي تاو 15 مره مش هتطلع بالشكل في السما ده. فالاهلي الشوط الاول صنع فرص كتيره جدا، ما شفناش خطوره لسيمبا. الاهلي كان متحكم في الشوط الاول بكل ايقاعه، بنلعب الكره بالراحه جدا، بنباص للاعيبتنا كاننا بنلعب في القاهره قدام الحشد بتاعهم والجمهور بتاعهم، لكن انت كنت يعني مخليهم مش قادرين ان هم يتكلموا، مش قادرين ان هم يتنفسوا، ما بنسمعش تشجيع ليهم، بل بالعكس كنا شايفين هدوء من الاهلي في الملعب، عايز اللي هو عايزه بياخده امبارح. لكن الشوط الثاني اول 10 دقائق المباراه اتقلبت علينا، جون ولا ليه اي لازمه. الشوط في بدايه الشوط الجون الاولاني يعني ما فيش تمركز من خط دفاع الاهلي، انت بقى خلال السنتين اللي فاتوا السلبيات بتاع الاهلي كلها بتعيدها في العشر دقائق دول. يعني انت في مباراه امبارح فوز في المتناول، ترجع في مباراه العوده تبقى مريح لعيبتك، اعصابك هاديه، بتجرب لعيبه، بتشوف لعيبه تانية، لكن صعبت المباراه على نفسك، اتعادلوا قلنا ماشي، لعيبه الاهلي الدفاع الاهلي يبقى فايق اكتر من كده، لكن حصلت كارثه، واحد بيلعب كورنر يعني ثلاثه في وسط واحد بيخش من زاويه ضيقه وبتخش من تحت ايد الشناوي. ف
يعني اخطاء دفاعيه كارثيه امبارح اول 10 دقائق بتوع الشوط الثاني، لكن تقدر تقول الحمد لله حرقه الاعصاب والدم دي ارتحنا منها. كهربا تعادل في وقت بسيط جدا وقدرنا ان احنا نسجل الهدف الثاني. نزول طبعا حسين الشحات ومروان عطيه وطاهر وخالد عبد الفتاح، قدر ان هو الاهلي يقفل بقى خلاص الملعب. الاهلي قدر ان هو يحافظ، الاهلي قدر ان هو يتحكم تاني في ايقاع المباراه، ما نشوفش يعني خطوره لسيمبا. لكن ترجع وتقول ضيعنا فوز في المتناول امبارح في المباراه كنت تطلع منها مرتاح جدا، تجرب لعيبه كتير جدا، تبين وتعطي رساله للفرقه اللي انت هتلعبها بعد كده ان مفيش رحمه، مفيش اي رحمه هتقابلك. لو بتلعب بره جوه كله زي بعضه. الاهلي قيمته كبيره جدا، ما انتش حاسس امبارح اصلا في المباراه بان انت عندك غيابات، بل بالعكس انت بتضيع كميه فرص غير طبيعيه امبارح. فنتيجه لذلك لا، كان في حاجه غلط. عم كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كان برضه شديد، التعادل ليس سعيد بالنسبه له، بل بالعكس ضيعنا فرص كتير جدا. خالد بيبو نفس الكلام بالشوط الاول اللي خلصوا 4، فمفيش حاله رضا. اكيد راجعين امبارح من التوقف الدولي، عندنا طبعا غيابات، عندنا لعيبه كانت بتلعب بشكل كامل طلعنا منها باصابات. لكن نرجع ونقول المباراه امبارح كانت في المتناول. اكيد مباراه العوده اللعيبه مش هتخيب ظنك، انت عندك مباراه العوده تقدر تكسب بفوز كبير جدا، فريق في المتناول. تقدر ان انت تجرب في المباراه عناصر تانية وتشوفها في ارض الملعب. الاهلي قدر ان هو يخلق فرص كتير جدا امبارح ما شفناهاش في مباراه كتير جدا، بل بالعكس مباراه امبارح كانت فوز كان هيبقى مخلي لك ومبين لك شكل حلو جدا ان انت بتكسب فرق بره ارضك. بتعطي رساله للفرق ان انت مستعد خارجيا كويس جدا، خاصه انت الدور الجاي ممكن تقابل صن داونز، فمش هتبقى مباراه سهله. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعالج السلبيات ديت. مباراه العوده اول حاجه لازم الجمهور يكون موجود، ال 30,000 مشجع، نصره للقضيه ودعم الاشقاء، ده اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الحاجه الثانيه المباراه تطلع كسبانها فرق كبير جدا مرتاح، ما ترحمش سيمبا فيها، يعني توضع سيمبا في حجمه الطبيعي، ما نرضاش بنتيجة تانية، فوز وبنتيجة كبيرة. 4 أقل حاجة، 5 ربنا يزيد ويبارك، 6 اللهم صل على النبي. فده حاجات مبدئية كده إن شاء الله إن إحنا نشوفها. الحاجة التانية زي ما بنقول نشوف شكل مشرف في الملعب بيخليك إن أنت تتفرج وتكمل المباراة من دعم الأشقائك، وده واجب مننا ليهم، ليس منا، بل بالعكس ده قضيتنا كلنا. فنتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بصوره حلوه. مباراه العوده لعيبه الاهلي ترجع لطبيعتها، ان انت تكون شرس جدا على المرمى، ما تضيعش اي فرص، الفرصه اللي تجيلك ما ترحمش اي حد فيها، تقطع الشبكه في اللي واقف فيها الجون، يعني زي ما بنقول تخلق فيها فرص كتير. فنتمنى ان شاء الله باي تشكيل هنلعبه في مباراه سيمبا ان احنا نكسب ونحدد الدور ده ونوصل لدور قبل النهائي، سواء بقى هنقابل صن داونز تقابل الجن الازرق. المهم تكون انت بتعطي رساله في مباراه سيمبا ان انت فريق قوي جدا، هتبقى على ارضك شرس جدا، مش هتضيع، مش هترحم حد. فده اللي نتمناه، دفاعك اخطائه تصحح، ما نشوفهاش نفس اللي كانت موجوده في مباراه سيمبا. فنتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب المباراه الجايه، الاهلي يفرح جمهوره، كمان جمهوره اللي هيبقى موجود في المدرجات يفرح مصر كلها والوطن العربي بدعم ونصره للقضيه.